اتطلب مني كتير قوي نعمل المارشميلو، فانا هعمله معاكم النهارده باظبط وافضل طريقه ليه. هتوصلوا لنتيجه مبهره، انضف واحسن واحلى مليون مره من اللي بشتريه من بره. اظن هو بيتكلم عن نفسه من الفيديو. تعالوا بقى يلا نشوف المكونات والخطوات. اول حاجه طبعا هستخدم جيلاتين، بس الجيلاتين يكون نوع نظيف. انا وريتكم النوع اللي انا بشتغل بيه دلوقتي، تقدروا تاخدوا منه سكرين شوت وتجيبوه. ملوش ريحه ابدا وقوامه مظبوط جدا. معلقه كبيره مليانه على الاخر، يعني هرميه من الجيلاتين ده. هحط عليها ربع كوباية مية فاترة عادي خالص من الحنفية، مش سخنة ولا باردة. وبعدين بقى في حلة بتاعتي هحط كوباية سكر، عليها برضو ربع كوباية مية، عصرة صغيرة خالص من الليمون، صغيرة بسيطة جدا عشان طعمها هيبان، أو رشة ملح ليمون. وهرفع الشربات على النار. هيكون الجيلاتين بقى قوامه بالشكل ده، يعني داب كده ومسك نفسه. هحطه في البولة عندي. أول ما الشربات ألاقيه بدأ يغلي بالطريقة دي، بحسب 5 دقايق بعد الغليان. أهم حاجة ال5 دقايق ما يقلوش دقيقة عشان قوامه يكون مظبوط بالظبط. بنزل بيه وهو سخن على الجيلاتين بتاعي، وافضل اضرب فيه بالطريقه دي، يا اما بمضرب يدوي يا اما لو عندي ستاند ميكسر اسيبه بقى يتضرب براحته. انا كده وصلت للمرحله في النص، لسه هكمل ضرب، بس هحط النكهه بتاعتي عشان تدوب في النص. تحطوا بقى اي نكهه، انا هحط دي نكهه فانيليا، وهضرب فيه تاني لحد ما اوصل للقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو لو عملت بيه اي شكل الشكل بيفضل ثابت فتره طويله جدا. لازم اوصل للقوام المظبوط علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. ده بايركس مقاس صغير خالص، اللي هو مقاس تقريبا 18 او 20. حطيت فيه ورق سلوفان كده او ستريتش راب، وهمسحه مسحه بسيطه خالص من الزيت، وهفرد فيه المارشميلو بتاعي، وهخبطه خبطتين كده واسيبه على الكاونتر بره، ما بدخلوش التلاجة. طب ايه الطريقه لو هستخدم نكهه من نكهات الجيلي، يعني لون وطعم مع بعض؟ نفس الموضوع. حط معلقه كبيره من الجيلاتين ونص معلقه كبيره من جيلي الفراوله، وهسيبهم على جنب يدوبوا مع بعض في ربع كوبايه ميه. وبعدين هنزل بيه وهنزل عليه بنفس السيروب بالظبط اللي انا عملته في الاول مع الفانيليا، واضرب بنفس الطريقه في نفس البوله بنفس الطريقه بالظبط. هفرد المارشميلو بتاعي اللي هو بالفراوله، وده خطير. النكهه اللي بالجيلي احلى بكتير قوي بالنسبه لي. طيب انا هعمل اختبار للسيروب دلوقتي علشان محدش يقول ان قوامه ما كانش مظبوط. باخد شويه من السيروب كده بعد ما بيغلي، وبحطه في ميه ساقعه، بلاقيه عمل بلوره كده بالشكل ده، او عمل عجينه كده. السيروب بتاعي القوام بتاعه مظبوط جدا. وبعدين انزل بيه بقى على الجيلاتين واشتغل زي ما انا اشتغلت. قد ايه بقى الوقت اللي انا بسيب فيه المارشميلو بتاعي؟ الجو حر جدا، وهو بيمسك بدرجه حراره الغرفه، فهسيبه بره ليله كامله عشان اضمن ان شاء الله ان نتيجته تطلع مظبوطه. نشا كتير بقى في كل حته، وهنزل بيه المارشميلو بتاعي على النشا. وبعدين لازم احط على السكينه بتاعتي برضو نشا علشان اعرف اقطع بيها وما تلزقش قوي. وابدا بقى اقطع المارشميلو بتاعي بالطريقه دي. قوام خطير، ما يتخيرش ابدا عن اللي بنشتريه من بره، بل بالعكس هو بيدوب حرفيا اكتر من اللي بنشتريه من بره. شوفوا كده قوامه وهو بيمط في ايدي بالشكل ده، مظبوط قوي. فقاعات الهواء فيه مش كتير خالص من جوه. قطعوه بقى بالطريقه دي على النشا، وكل ما يبقى فيه مكان ما فيهوش نشا نحط عليه نشا تاني، وبعدين ننضفه كويس. هو بس وانس انه لمسوا النشا، يعني انا مش بناكل نشا، هو وانس انه لمسوا النشا خلاص بنضفها كويس وخلاص. وبعدين لما اتاكد ان كله اتغلف بالنشا كويس، ببدا بقى اعمل كده انخله علشان انزل اي نشا زياده، واقدر بقى ان انا احتفظ بيه بكل بساطه. طريقه الاحتفاظ بالمارشميلو بتاعي اقدر ان انا احطه في اكياس ويقعد معايا لحد شهر، مش هيحصل له اي حاجه، وهيفضل بنفس طراوته وقوامه، ونقدر ناكله لاولادنا بكل نظافه وامان. كمان تقدروا بقى تستخدموه في كل الوصفات اللي فيها مارشميلو، بيدخل الفرن وبيتسخن على النار مع الشوكولاته. انا كده خلصت وصفه المارشميلو بتاعي النهارده خلاص، متاكده من ظبطتها وسهولتها وبساطتها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.